بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدين نجم الزمالك في كل مكان. عندنا أخبار وكواليس مهمة جدا جدا من داخل نادي الزمالك اللي تهمنا وتهم حضراتكم. ولكن في البداية لو مش مشترك في القناة فأكيد يسعدنا انضمامك واشتراكك لينا، وعايزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات والشير في كل مكان. حلقة مهمة جدا جدا هنتابع فيها آخر التطورات اللي بتحدث داخل نادينا الملكي نادي الزمالك. ويلا بينا على التفاصيل اللي معانا في الفيديو ده. وهبدأ معاك من عندي مفاجأة مدوية في تشكيل الزمالك أمام مودرن سبورت. خلاص يعني في تشكيلات تمت بالفعل على تشكيل نادي الزمالك، والراجل يانيك فيريرا درس الموضوع وقرر معاقبة المقصرين من مباراة المقاولون العرب وحرمانهم من المشاركة في المباراة القادمة أمام مودرن سبورت. والراجل هيتم الاعتماد على اللعيبة اللي هقول لك عليها دي بدلا من اللعيبه برضو اللي هقول لك عليها. الراجل يعني قرر الاعتماد على ناصر منسي كراس حربة مكان عدي الدباغ، خوان الفينا يعني لاعب جناح ايمن اساسي مكان نبيل عماد دونجا، وشيكو بنزا كجناح ايسر اساسي مكان ادم كايد. والراجل برضه هيرجع ناصر ماهر لمركزه الاساسي كلاعب صانع العاب. كمان خلينا اقول لك من ضمن الاخبار والكواليس اللي معانا، نبيل عماد دونجا لاعب نادي الزمالك خارج مباراتي مودرن سبورت وفاركو القادمتين، وده بسبب الاصابه. الراجل كان تعرض لاصابه في مباراه المقاولون العرب، وخلاص اجرى الفحوصات الطبيه وتم تحديد الاصابه ومده الغياب، والراجل هيرجع على بعد الماتش اللي هو بعد ماتش فاركو. خلينا اتكلم معاك برضو بالنسبه لي رحيل احمد حمدي رسميا عن نادي الزمالك، واتكلم معاك بالنسبه لملف تجديد احمد حمدي ونادي الزمالك. حتى الان في الوقت اللي انا بكلمك فيه ده احمد حمدي لم يتلقى اي اتصالات او مفاوضات او حتى يعني جس نبض من نادي الزمالك للتجديد عقده مع نادي الزمالك. مبدئيا عقد اللاعب بينتهي مع نهاية الموسم المقبل، وبالتالي قانونيا وبنسبة اللوائح اللاعب يحق له التوقيع لأي نادي في يناير القادم، وينتقل ليه في يناير اللي بعده في الوقت الحالي اللاعب شايف ان المدير الفني يانيك فيريرا يعني مش هيعتمد عليه، او الراجل مش واثق في قدراته بعد استبعاده من اولى المباراتين امام سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب. احمد حمدي حاليا بيفكر في الخروج كاعاره والعوده لنادي الزمالك في الموسم المقبل. الراجل عايز يخرج كاعاره في يناير، ولكن الزمالك حتى الان بنسبه 100% مش هيجدد لاحمد حمدي. الزمالك عاوز يمشي الراجل، وانا مش عارف حتى الان ايه الفكره ان الزمالك يمشي الراجل. انت عندك خطه استراتيجيه، جبت جون ادوارد عشان يقود لك الخطه بتاعتك، بديت ب 11 صفقه في يناير اللي قبل الماضي، عبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي وزياد كمال واللاعيبه دي، يعني 11 صفقه. مش كلهم نجحوا، ولكن اللي نجح معاك استمر، ومن ضمنهم احمد حمدي. فانت ليه ما تديش احمد حمدي الفرصه وانت واثق ان احمد حمدي لعيب تقيل في ارضيه الملعب، قدراته كبيره وامكانياته كبيره، هيفيدك في كل المباريات اللي انت بتلعبها، سواء مباراه كبيره مباراه متكهربه ينزل يجيب لك جول يصنع لك اسيست. فلاعب احمد حمدي مميز، ويعني انا شايف ان قرار الاستغناء عن احمد حمدي قرار خاطئ بنسبه 100%. خليني اقول لك كمان بالنسبه لي حسين الشحات ومفاجاه ممدوح عباس ينهي الشحات. ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادي الزمالك تواصل مع أحد المقربين من لاعب الأهلي الحالي حسين الشحات، وأبلغوا بأن الشيكات مفتوحة لحال توقيعه لنادي الزمالك في يناير بأي شكل من الأشكال، أو حتى إنه يدي وعد الممدوح عباس بإنه هيجي نهاية السنة في نادي الزمالك، أو حتى ممدوح عباس يشوف له أي عرض من الخليج في يناير، وبعد كده في نهاية الموسم يجي نادي الزمالك. خليني اقول لك ان حاليا حسين الشحات رد على ممدوح عباس وقال له انا حاليا بعيش فتره مذبذبه من المستوى والمشاركه مع الاهلي، فانا مش هقدر اتكلم معاك واوعدك ان انا هاجي الزمالك، لان لو حد من اداره الاهلي اتكلم معايا ورجعني المشاركه او رجعني في المشاركه اساسي في المباريات، انا اهلاوي وهرجع عادي، هرجع طبيعي، وممكن افسخ اللي انا قلته لك وكلام والسلام. ولكن حسين الشحات هيشوف موقفه من الأهلي وبعد كده يبدأ الحديث مع الزمالك. فده بالنسبة لقصة حسين الشحات والزمالك. خلينا نتكلم معاك برضو بالنسبة لحامد حمدان، وأقول لك
رسميا حامد حمدان زملكاوي لمدة 5 مواسم. كل الأمور انتهت مع حامد حمدان، واللاعب خلاص رسميا زملكاوي لمدة 5 مواسم، وفي يناير هيتم الانتقال الرسمي. بتروجيت قرر الاستغناء عن الثنائي الباك الشمال بتاعه توفيق محمد للأهلي وحامد حمدان لنادي الزمالك. فدي كل الأخبار والتفاصيل اللي معانا. أتمنى انضمامكم لعائلتنا الصغيرة، اشتراك ولايك للفيديو عشان يوصل لكل الزملكاوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.